السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بألف خير. اليوم حبيت اسوي وياكم فصال هو عادي، دشداشة عادية. آه، بس السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بألف خير. رجعت وياكم موديل بسيط وسهل خصوصا للمبتدئات. هو فصال عادي، مجرد انه فتحة الرقبة مربعة، وراح نستعمل هذا السوتاج. هو هيك يعني بالموديل صاير من جهة واحدة، من يم الكتف للنهاية. وهسه ان شاء الله اشوفكم اياه شلون فصاله. بالنسبة للقطعة عندنا هنا قديفة، هاي هسه نازلة هاي السنة، موديلها جديد. دائما من تريدون تصلون تطبقون خصوصا القديفة او اي قماش مطاط، تفصلوه على الطول. عندنا هنا هاي الحاشية وهاي نطبقهن تصير بالصفحة. نفصل على جهة الطول. وملاحظة ثانية انه القماش الوبرة مالته تصير لي جوا مو لي فوق. تمام، هاي ملاحظتين عندنا. ليش بالطول؟ حتى المطة تصير بالعرض ويصير مرن باللبس، ياخذ وينطي. هسه بعد ما صفطنا القطعة على أربع طبقات، أخذوا راحتكم بالتعديل حتى ما تصير من جوا يعني مخربطة أو شي، وبعدين بالفصال تطلع مرتبة. فهنا راح ناخذ عندنا قياس الكتف 41. طبعا هذا القياس اكس لارج ويلبس لارج. هنا عندنا الكتف 41. 41 21 تصير نصها، ونضيف عليها 1 سنتيم تصير 22، لأن هنا المرة عندنا كتفها عريض. هنا القطعة هي 2.25 متر، كلش كافي. نطلع للبدن، هي المرة طولها 140، يعني من الكتف لجوا 140. احنا ناخذ زيادة خياطات، فأنا هنا أخذت الطول الكلي 147، بعدين احنا نكف على راحتنا أو ناخذ على راحتنا. فهنا راح أول ما ناخذ قياس البدن، قلنا 21 الكتف، ننطي 1 سنتيم صار 22. هنا ناخذ فتحة الرقبة 8 سنتيم، وهذا تقريبا ستاندر او حسب ما هي تحب، يعني تسألون لازم الزبونة، او اذا حتى لكم شوفون انتو شنو اللي يريحكم، تحبوها دلع تحبوها لا. هنا ننزل ب3 سنتيم ميلان الكتف، وهنا راح نطب ب23 سنتيم ونجر خط. هنا عندنا محيط الصدر 114 سنتيم. تقسموه على 4 يطلع لكم 28.5. نضيف عليه 3 سنتيم خياط فيصير 31. نجر خط. طبعا أنا كل مرة أنطي أكثر من 3 سنتيم، بس هنا هي ما تحبها مخصرة. هنا نصعد ب3 سنتيم، إن شاء الله نبين وياكم. تمام. أنا من الكتف ناخذ طول الصدر عندنا هنا للخصر 40 سنتيم، نجر خط. هنا عندنا الخصر عندنا 26، نضيف عليه 3 سنتيم، نعين نقطة.
حتى إذا هي تحبها مخصرة انتو عوفوا زيادة ما يخالف أحسن، حتى تتلافون إذا تصير أخطاء شي عادي واحد يتلافاها. هنا منا لهنا نزلنا 15، ننزل منا لهنا همين 15 ونعين نقطة، نسوي هذا الدوران، خلي لهنا وهذا التخصير، وننزل بخط عدل اللي جوا. ان شاء الله واضح امامكم. هيك صار ويانا. احنا هذا اللي انطيناه زيادة هذا للتخصير. هسه نقص واشوفكم اياه بالقص شلون يصير. هنا عندنا فتحة الرقبة الخلفية، ننزل ب3 سنتيم، وهنا عندنا الأمامية ننزل ب16 سنتيم. اللي تحب الصدر الدلعة مال الصدر تصير كبيرة حدها لل18 وياها خياط فتصير 19، فاحنا هنا اليوم اخذنا 16 سنتيم اللي هو ستاندر. راح نقص بسم الله. نقص ميلان الكتف او دوران الابط. هنا بس خلينا اعدل القماش. هنا راح نقص هذا، نقصه للأخير. راح نفصل الأمام، نطلع الخلف. طبعا هنا لازم تضربون خصوصا المبتدئات يحطن لاصق يلا يقصن حتى يطلع شغلهم مضبوط. راح نسوي تعديل على حردة الأبط اللي هي هاي، ونسوي نقص الرقبة الأمامية. هنا راح نطب بأصبع أو 1 سنتيم ونص منا. ما تاخذون منا شي ولا تاخذون منا شي، بس من هنا. وهنا همينة عندنا ناخذ شوية 1 سنتيم بالكتف الأمامي. منا لا تاخذون شي بس من هنا. راح هسه نقص بسم الله. وها هي هذا التعديل على شو اسمه على الأمامي. بس خلي أحب أشوفكم إنه راح نخلي شو اسمه السوتاج أو الدانتيل هنا يصير هيجي للأخير، وها هي والردن بيبظمه. هسه أشوفكم شلون نفصله. هذا القماش اللي بقالنا راح نفصل بيه الردن، نطبقه على قد الردن، ما حاجة نخرب هذا القماش من هنا. دائما شوفوا لازم هيك تصير، والردن مفصلة بالطول
أحسن. ليش؟ لأن حتى المطة مالته تصير بالعرض مو بالطول. هاي هم ملاحظة. اللي ما تعرف تفصل الردن وتقول صعب عليها، اكو هاي الطريقة. تجيبين البدن اللي فصلتيه وتخلين من هنا، هاي تاخذين على راس من هنا المطبوق، احنا طابقينه 4 طبقات هيك تسوين، وبعدين اعلمك شلون نحرد عليها تطلع مضبوطة. هسه هاي نقول هيجي تمام. تجين شو تسوين؟ اول شي تنزلين من هنا، تنزلين من هنا 13 سنتيم اللي هو ستاندر. تمام. هاي 13 سنتيم. هنا عندنا 25 سنتيم. هنا للمبتدئات اللي ما يعرفون، احنا مو قلنا هذا اخذناه بس هيجي الحردة مو حيل مضبوطة، شو تسوين؟ تاخذين من هنا 1 سنتيم تطلعين ب1 سنتيم، يعني مجرد طبينا منها 1 سنتيم، وهاي هيك يصير. من هنا ناخذ طول من جهة الكتف، طول الردن ناخذه هنا نقول ناخذه 56. ليش؟ لأن عندنا بصمة نكمل بيها. البصمة قياسها صافي 5 سنتيم. هسه اشوفكم شلون نسوي البصمة. خلينا نقص. بسم الله. هاي هيك شكل الردن. نعطي قرضة منه، ومن هنا اللي هي من جوا البصمة ناخذها 18 سنتيم، يعني قصدي مو البصمة، الردن من جوا، ونجر خط نوصل بالكتف. هيك صار شكله. راح نقصه. هنا عندنا تعديل بسيط. راح نفتح الردن، ناخذ 1 سنتيم هنا نفس اللي اخذناهن بالبدن من هنا. نجي من هنا نقص، ننهي ب0، وننطي قرضة حتى شنو؟ حتى نعرف انه هذا الامام. بس هاي اعدلها. هسه هذا الردن من فوق انتهينا منه. نجي نسوي البصمة. البصمة راح نخلي عليها نفس هذا همينه تنحط بالردن. خلينا نقص هاي. خليني اقيس لكم اياها. هذا طبعا مطبوقة على 4. ناخذها 12 سنتيم، لأن من راح نطبقها تصفى 5 سنتيم بعد الخياط. يعني ما ناخذها كبيرة البصمة، حناخذها 15 سنتيم من هنا همين. نقص. بسم الله. شوفوا حبايبي ايش راح اسوي. هاي
ونخيطها من هنا 1.5 سنتيم، وبعدين نطبقها. هسه اشوفكم اياها بالدنابيس. بعدين ورا ما نخيطها نطبقها هيج، ونخيط. طبعا انتوا تتحكمون، تريدوا بعد اقصف من هذا بعد تاخذون خياطة. حبايبي شكلها النهائي بعد ما كملناها خياطة. ما نزلت طريقة الخياط لان الفيديو راح يصير كلش طويل، بس هاي هنا كملناها وهاي صار شكلها النهائي. اتمنى تعجبكم، واذا وصلتوا لهذا المقطع اتمنى تحطون لي لايك وتدعموني، وشكرا. مع السلامة.